بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. النهارده حبايبي إن شاء الله هنعمل الكبد والقوانص بس بطريقة مختلفة شوية وطريقة جديدة، يعني نوع من أنواع التغيير كده في الأكل. يا رب تكون الحلقة النهارده هتعجبكم، ولو متنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودعوة حلوة عن ظهر الغيب ولايكاتكم وتعليقاتكم. وكل عام وأنتم من الله أقرب، وكل عام وأنتم بخير. يلا نخش ندخل الفيديو كده ونشوف عملنا الكبد والقوانص ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي وحشتوني، عاملين ايه؟ كل عام وانتم من الله اقرب. النهارده ان شاء الله هنعمل اكله كده بسيطه وسريعه، هنعمل كبد وقوانص بس بطريقه مش تقليديه يعني شويه. انا عندي هنا كيلو الا ربع من الكبد والقوانص، انا جبتها اهي وغسلتها ونضفتها وقطعتها. وعندي هنا فص من الثوم، انا نزلته يتحمر كده. انا بس هعلي النار شويه يتحمر بس كده، وبعد كده هنزل بالكبد والقوانص تمام واديها تشويحه كده، وبعد كده ايه هرجع لكم تاني ان شاء الله. وانا هنزل اهو، انا مش عايزه بسم الله، انا مش عايزه فص الثوم يعني يحمر، انا عايزاه بس هو كان يدبل بس كده. هشوح فيه الكبد والقوانص بالطريقه دي كده وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم يا حبايبي، والكبد والقوانص خدت تشويحه كده. انا عندي هنا مقطعه بصل، طماطم، فلفل احمر وفلفل حامي. ده اختياري يا جماعه، لو مش عايزينها سبايسي ممكن تستبدلوه بالفلفل الرومي. زي ما قلت لكم بصل وطماطم وفلفل، وحطيت دقه وبهارات وكمون وفلفل اسمر. وهنزل بقى كده بالخليط بتاعي ده كده بسم الله، وهبتدي اقلبها. انا هنا حبايبي نزلت بالخضار بتاعي اللي انا مقطعه لي الطماطم والبصل والفلفل. هغطيها بقى وهسيبها حوالي نص ساعه كده، وارجع لكم تاني ونشوفها توصل لحد فين كده، وايه الخطوه اللي بعد كده. كده حبايبي بعد الكبده والقوانص ما استووا والخضار بتاعي استوى، انا كده ايه عشان قلت لكم هنعملها بطريقه مختلفه شويه. انا كده حطيتها في البريمه هنا من غير ما ادهن البريمه اي حاجه، وهدخلها الفرن تحت الشوايه لمده 10 دقايق، وهوريكم اللون اللي هي هتاخده. يعني اهو نوع من انواع التغيير. هخلصها وارجع لكم باذن الله. ورجعت لكم ادي شكل البريمه بتاعتنا اهي. عملناها يعني عملنا الكبد والقوانص بشكل مختلف شويه. تقدمي بقى جنبها سلطه خضراء، تقدمي جنبها مخلل، دي حسب الرغبه. عايزه تعملي جنبها مكرونه برده مفيش مشكله، تاكلها برز برده مفيش مشكله. اهو نوع من انواع التغيير. لو عجبكم الفيديو متنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ودمتم في رعايه الله وامنه، ودعوه حلوه لكم عن ظهر الغيب.